انما طبعا رغم تاريخ الكابتن عصام الحضري، ولكنها عمرها ما هتقف على حد. هو قبل الكابتن عصام الحضري ما كانش فيه مدربين حراس مرمى؟ ده احنا عندنا اساطير، وعندنا جيل الوسط، وعندنا شباب صغير زي الفل، وعندنا مليون ترشيح. في ظرف الكام يوم اللي جاي نقعد ونشوف ونرشح الاسماء اللي موجوده مين ومين ومين، وتتعرض كمان على الراجل ميكالي ويشوف حابب انهي وخلاص، ويخلص على طول الموضوع. مش هتقف على حد. وفي الاخر احنا بنتمنى كل التوفيق للكابتن عصام. اشتغل مع كوبر ماشي، هو بيحب كوبر، حابب ان هو يشتغل مع كوبر، جمع مع كوبر قبل كده مع محمود فايز. ربنا يوفقه يعملوا حاجه كويسه، زي ما احنا بنتمنى لمنتخبنا الاولمبي ان ربنا برضو يوفقه في الماتشين بتوع زامبيا اللي هم بعد شهر من دلوقتي، اللي هو مفيش وقت. فطبعا الموضوع غريب، وناس كتير قوي يعني بتتكلم، واتحاد الكره مستاء جدا جدا من الطريقه اللي رحل بيها الكابتن عصام الحضري. وانا مش عايز اتكلم كلام كتير ملوش لازمه. احنا بنتكلم، خلونا نتكلم على الموقف ده كموقف ده، يعني خلونا نتكلم على الموقف دوت وما نطلعش بره في تفريعات. في الاخر الكابتن عصام ما بقاش موجود، الكابتن عصام مشي، وبنتمنى له كل توفيق. ولكن من الناحيه الثانيه زي ما قلت لحضرتك، اتحاد الكوره مستاء. اتحاد الكوره مش هيتعامل مع الكابتن عصام الحضري في المنتخبات الوطنيه تاني. اتحاد الكوره هيخاطب الاتحاد السوري ويبين استنكاره للموقف اللي حصل، ويفهموا ان الكلام دوت ما ينفعش ان هو يحصل. وكلنا عارفين طول عمرنا العلاقات المصريه السوريه، وده اللعيب السوري احنا بنحسبه مصري. ده احنا يعني يعني فاكرين الظروف وكده، وكان بيتحسب مصري، بيتعامل على انه لعيب مصري. فالعلاقات عمر ما حد هيهزها مهما كان مين. وزي ما بقول ان شاء الله هيبقى في ترشيحات في خلال اليومين ثلاثه اللي جايين، وهيتم يعني في اسرع وقت اختيار مدرب جديد لحراس المنتخب الاولمبي. طبعا تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب سوريا، طبعا زي ما قلنا هيكتور كوبر هيبقى معاه الكابتن محمود فايز، هو شخصيه من الشخصيات المحترمه اللي انا بحترمها جدا، الكابتن محمود فايز ربنا يوفقه. طبعا هيبقى في مدرب مساعد ومحلل اداء خوسيه كارلوس، وهيكون في مدرب حراس مرمى عصام الحضري، وهيبقى برضه في معد بدني انطونيو ساريوجلو. ده الجهاز لمنتخب سوريا. وطبعا يعني بنتمنى كل التوفيق لمنتخب سوريا الشقيق، منتخب من المنتخبات الكويسه المجتهده اللي مع هيكتور كوبر. يعني اعتقد ان هو ممكن يعني يروحوا في حته احسن من اللي هم موجودين فيها الفتره ديت، وهو عنده وقادر ان هو يطور الكره السوريه بشكل كبير جدا. ده بس حاجه كنت حابب ان انا اتكلم فيها. ليه؟ لان ناس كتير قوي كانت بتسال، وناس كتير قوي كانت بتتكلم، وكانوا بيسالوا على البديل، وقلنا البديل لسه ما اتحددش. هل قال لا، هل ما قالش، هل مش عارف ايه. خصوصا ان الكابتن عصام قال ان انا استاذنت. الكابتن عصام يقول اللي يقوله، زي ما احنا هنا حرين نقول اللي احنا عايزينه. كابتن عصام برضه هو حر يقول اللي يقوله، وما دام هو شايف ان هو استاذن، وما دام هو بيقول ان احنا نعرف، خلاص مفيش مشكله. ما دام هو قال، خلاص دي قناعاته.